السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جامد جدا وفيديو اقتصادي جدا جدا. هنعمل مع بعضينا النهارده البرجر بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة اقتصادية، ومش هياخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. يلا بقى بينا بسرعة. هنجيب بصلاية متوسطة كده، اقطعها تقطيع عشوائي، وابتدي بقى ان انا انزل بيها بمعلقتين سمنة، يعني عليها بمعلقتين سمنة، وابتدي ان انا اقلب البصلة كده لغاية ما ايه تدبل معانا. تمام، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. معايا بقى معلقتين من البرغل، نعقاهم وشطفته كويس جدا، وبعد كده بقى صفيته ونزلت عليه على يعني نزلت بالبرغل على البصله. متنسوش بقى بنهايه اللايك والشير والسبسكرايب للي اول مره يشوف قناتي، تشجيع النية عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. دي بقى اللي انا بقلب برضو البرغل مع البصل. تمام، التوابل بقى معايا معلقه كبيره من توابل البرجر، معايا بقى معلقه فلفل اسمر، معايا شويه من الايه من المرقة يعني الماجي. تمام، مكعب ماجي يعني نصها. ابتدي بقى نزلت طبعا، وابتدي ان انا بقلب كده التوابل مع البصل مع البرغل. هيطلع معانا هيطلع معانا احلى برجر بالبرغل. تمام، عايزاكم بقى تكملوا الفيديو لغايه الاخر، بجد هيطلع معاكم فيديو جامد جدا جدا، وهتندموا لو ما كملتوش الفيديو لغايه الاخر. يلا بقى بينا يا بنات. انا كده يعني خلصت البصل مع البرغل على النار مع التوابل. هبتدي بقى ان انا اجيب الكبه بتاعتنا، وابتدي بقى ان انا انزل بالمكونات بتاعتي دي كلها في الكبه. تمام، هيطلع معايا احلى برجر بالبرغل. تمام، يلا بقى بينا. شغلت كده الكبه، هنفرم مع بعض البصل مع البرغل. انا معايا نص كيلو من اللحمه. تمام، وعليها برضو نسبة من الدهون، يعني هو حاطط لي فيها نسبة من الدهون. انا بوريلكم اللحمة اهي. يلا بقى بينا كده، احنا فرمنا الخليط مع المكونات مع بعض يعني، ووريتها لكم. بص بقت عاملة ازاي، هديها فرمة كمان. الصيام عامل عمايله يا بنات. هيطلع معانا برجر بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وموفر، وهنضاعف الكمية. هبتدي بقى ان انا انزل بكمية اللحمة واحدة واحدة كده، زي ما انتم شايفين انا بنزل بكمية اللحمة واحدة واحدة. كملوا الفيديو يا بنات لغاية الاخر، بجد هتشوفوا احلى طريقة البرجر بالبرغل. طبعا هبتدي بقى ان انا اشغل اللحمة مع البصل مع البرغل. ده معايا بقى المكون بتاعي دوت معايا. معايا بياض بيضة، شلت الصفار واخدت البياض بتاع البيضة. بعد ما فرمت اللحمة مع البصل مع البرغل، هبتدي بقى ان انا انزل ايه بالبياض بتاع البيضة. تمام، بتشيل الصفار في التلاجة، يعني لو احتجتي في اي حاجة ممكن تدهني بوش اي حاجة عندك، اي معجنات. خلاص يا بنات، بصوا الخليط لم كده مع بعض، وبتحسي له بقى عامل زي القطعة الواحدة كده. هبتدي بقى ان انا جبت طبق وهنزل بالخليط اللي انا فرمته معاكم بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا جدا. هتندمي لو مشفتيش الفيديو وكملتيه لغاية الاخر. نزلت بقى بكمية الخليط بتاعي كله في الطبق زي ما انتوا شايفين. انا بوريكم الخليط، بصوا بقى عامل ازاي، بقى كله يعني متماسك، وبقى كله يعني كل الخليط بقى كله في بعضه كده. ابتدي انا بقلبه، بصوا بقى عامل ازاي. هبتدي بقى يلا بينا بسرعة بسرعة، ما تروحوش في اي حتة، خليكم معايا وركزوا بقى. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا جدا. انا بوريلكم بصوا الكمية بقت عاملة ازاي. طبعا الكمية تضاعفت. جايبة بقى انا الورق، جايبة مثلا اكياس، وجايبة ورق زبدة، جايبة الاتنين اللي متوفر معايا الزيت، وجايبه لكم الورق اللي هو الزبده، وورق اللي هو يعني مثلا الكياس اللي بتاع التلاجة، ومعايا الغطا دوت بتاع اي برطمان عندك. تمام، هبتدي بقى ان انا اعمل لكم باكياس الاول، لان الكياس دي طبعا بتبقى متوفره في كل بيت، لكن ورق الزبده ما بيكونش متوفر في اي بيت. تمام، هبتدي ان انا كده هبلي ايدي يعني هبلي ايدي بالزيت، وبرده همسح الكيس بتاع التلاجة دوت بالزيت برده، واحط الكيس في الايه في الغطا. اي غطا عندك كده يكون نفس الحجم دوت بتاع برطمان. في ناس عندها
معايا طبعا نسيت اقول لكم، معايا معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، هحطها على اللحمه وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض. تمام. بمسح ايدي برضو من الزيت، مسحه كده من الزيت خفيفه. هاخد كوره كده من اللحمه يا بنات، وهحطها بقى في ايه، في الغطا، وابتدي بقى ان انا ايه، اخد شكل البرجر كده بطريقه سهله كده وبسيطه. بتبتدي ان انت بتسويها كده بالغطا. في ناس عندها التشكيله اللي هي بتاعه البرجر دي بتتباع ايه، في اي محل ادوات منزليه هتجيبيها منه يعني. لكن اللي ما عندوش ممكن يستخدم غطا اي برطمان زي ما انا استخدمت كده. انا زي ما انتوا شايفين كده انا عملت اول واحده معاكم اهو، اول قطعه من البرجر. ابتدي بقى ان انا امسح مسحه من الزيت على الكيس، لان انا ايه احطها عليه. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكل البرجر عامل ازاي، تحفه بقى يا بنات، مش قادره اقول لكم جامده جدا. بص ما تقدريش تفرقيها عن بتاعه بره، بالعكس دي لحمه نضيفه ولحمه كويسه، وانتي جايباها من عند جزار مضمون وحاجه نضيفه يعني، وعاملاها بايدك كمان. اخد كوره كمان وبرضو بشكلها بنفس التشكيله الاولانيه. انا هعمل كذا واحده معاكم يعني، على اساس اللي ما خدش باله من الاولانيه ياخد باله من التانية، واللي ما خدش باله من التانية ياخد باله من التالتة. دي بقى طبعا اللي انا ايه بشكلها زي ما انتوا شايفين كده على الغطا بتاع البرطمان. تمام. هعمل كام واحده كده معاكم. بصوا بقى يا بنات، بتتشكل بطريقه سهله جدا، والعجينه معايا متماسكه وحلوه قوي. انا كده عملت معاكم تاني واحده. بصوا بقى شايفين، يا حلاوة يا حلاوة يا ولاد. بصوا شايفين المنظر، شايفين بجد، شايفين احلى بنات، احلى برجر عامل ازاي، متماسك وشكله بجد يفتح النفس، وما تقدريش تفرقيه عن بتاع بره اللي هو الجاهز. ده احنا كده، ده احنا ممكن نعمل مشروع، ده انت ممكن تعملي مشروع وانت قاعدة في بيتك من ما فيش، وهتكسبي دهب. يلا بقى بينا ناخد الكرة اللي هي التالتة، ونبتدي بقى اللي احنا نشكلها برضو على غطا البرطمان. انت برضو عايزة تستخدمي ورق الزبدة. بص يعني ما بين كل واحدة والتانية بحط ورق زبدة، ورق كيس تلاجة، اكياس تلاجة. بقطعه، بمسك الكيس التلاجة دوت بقطعه 4 ارباع، يعني بقطعه نصين، وبعد كده بقطع كل واحد يعني بقطعه 4 ارباع. وبرضو الورقة اللي هي بتاعت الزبدة دي بقطعها 4 ارباع. بصوا شايفين شكل البرجر عامل ازاي، احلى برجل بالبرغل، جامد جدا، والواحدة سمكها حلو وجامدة جدا وهشة معايا. هبتدي بقى ان انا امسح برضو الكيس مسحة من الزيت عشان هعمل واحدة كمان. تمام زي ما انتوا شايفين. يبقى انا كده عملت 2 على كيس تلاجة، و2 على الورق الزبدة. اللي ما عندوش ورق زبدة يستخدم اكياس تلاجة عادي. اكياس التلاجة دي متوفرة عندنا في اي بيت، مش هتغلبي. هبتدي بقى اللي انت بتساوي الحروف كده، وبتسويها اكني ما تفرقاش عن بره. يعني انا مثلا لما جيت وريتها لجوزي، والله العظيم اتفاجئ جدا، يعني بيفتكر ان انا جايبه مشتريها من بره. بصوا شايفين منظرها عامل ازاي، بجد مش قادره اقول لكم. جربوها بنفسي، جربوا البرجر بنفس الطريقه، بنفس المقادير بتاعتي، هيطلع معاكم احلى برجر. بص انا خلصت الكميه دي، ولسه كمان لسه في تاني يعني، انا ايه اللي انا لحقت اعمله. شايفين الواحدة عاملة ازاي، هشة ومنفوخة، وكمان حجمها نفس حجم اللي انا بجيبها من بره. بصوا شايفين يا بنات، بصوا شايفين والعجينة جميلة ومظبوطة. مش قادرة اقول لكم بجد، يعني الشكل اكيد هو اللي بيبص بيقول لكم، هو اللي بيتكلم لوحده. بصوا بقى يلا بقى بينا اكبر كمية برجر عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. انت لو حابة تكتري البرغل كتريه، بس هو كده مظبوط، مقاديره كده مظبوطة عشان اللحمة تكون باينة فيه يعني، عشان البرغل ما يأثرش على اللحمة. تمام زي ما انتوا شايفين يا بنات، ده شكل البرجر اللي انا عملته معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، وما اخدش مننا اي وقت. بص خلال اقل من ساعة يكوني خلصتيه. الشارع عندنا هايص جدا عشان رمضان، الشارع عندنا هايص بطريقة فظيعة، اكني قاعدين معاه. ده دول في الشارع، صوت دوت كله في الشارع، اكني قاعد معاه في البيت. يلا بقى بينا زيت سخن كده، وهنزل بيه بقى. انتوا ممكن تحطي البرجر بعد ما تشكليه كده، تحطيه في التلاجة 10 دقايق ولا ربع ساعة على حسب الوقت المتوفر، وممكن تسيبيه لغاية ما يجمد، وبعد كده تطلعيه على زيت ما يكونش سخن قوي مظبوط، وتنزلي بقى بكميات البرجر بتاعتك. انا نزلت ب2 زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالتالتة،
واسيبه بقى لغايه ما ياخد لون، وابتدي بقى بعد ما ياخد اللون هقلبه. بص هنزل بالواحده رابعه. بصوا شايفين؟ يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا ولاد. يلا بقى بينا يا بنات عشان نقلب البرجر. زي ما انتوا شايفين هحط اللي هي الواحده الخامسه. والله طلع معايا تحفه. ابتدي بقى اللي انا اقلبه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الريحه بتاعته كانت جايبه لغايه اخر الشارع. بصوا يعني لا بجد مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم يعني. بصوا انتوا بقى جربوا بنفس المقادير والطريقه اللي انا عملتها كده وقولوا لي بقى. وده كان يا بنات شكل البرجر بتاعي اللي انا عملته، ومعاه بقى الكاتشب والمايونيز والخضره بقى، وتجيبي بقى عندك. وده كان شكل البرجر بتاعنا يا بنات. منسوش بقى يا بنات لو عجبكم البرجر بتاعي والطريقه، منسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب اللي اول مره يشوف قناتي. ويا رب يكون الطريقه عجبتكم وتشجعوا بقى. ويلا قوموا اعملوها بسرعه بسرعه، وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات.